عزيزي لما اتكلمنا عن اللاهوت والناسوت؟ طب فاكر إننا قلنا إن اللاهوت هو الطبيعة الإلهية وإن الناسوت هو الطبيعة الإنسانية؟ ركز معايا بقى كده علشان هنستخدم الكلمتين دول كتير قوي في الحلقة دي. لو افترضنا يا عزيزي إن المية دي هي الروح والخل ده هو الجسد، والاتنين هنسميهم الناسوت، والزيت ده هيكون اللاهوت. الجسد والروح بيتخلطوا في بعض وبنسميهم الناسوت، وفي المسيح اللاهوت بيتحد مع الناسوت. اللاهوت بيتحد مع الناسوت ولكن مش بيتخلطوا مع بعض. ايه اللي حصل على الصليب؟ الروح انفصلت عن الجسد، بقى كل واحد لوحده، لكن اللاهوت ما فرقش ولا واحدة فيهم. اللاهوت فضل متحد بالجسد لوحده وبالروح لوحده. اللي حصل في القيامة بقوة اللاهوت أقام الناسوت بجسد ممجد. ودي كانت قيامة المسيح. هتسألني يا عزيزي ايه الدليل ان اللاهوت ما فرقش كل واحد فيهم؟ أنا هقولك، خليني أثبت لك إن اللاهوت ما فرقش ولا الروح ولا الجسد. الكتاب بيقول في أعمال 2:31: سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح إنه لم تترك نفسه في الهوية ولا رأى جسده فسادا. ونفسه هنا إشارة للروح. تعال نشوف إزاي اللاهوت ما فرقش الروح. الكتاب المقدس بيقول في رسالة بطرس الأولى إصحاح 3: مماتا في الجسد ولكن محياً في الروح الذي فيه أيضاً ذهب فكرز الأرواح التي في السجن. يعني الروح فضلت حية بقوة اللاهوت وراحت للأرواح اللي في السجن. دلوقتي بقى هثبت لك إن اللاهوت ما فرقش الجسد. الجزء الثاني من الآية في أعمال 2:31 بيقول: ولا رأى جسده فسادا. علمياً الإنسان لما بيموت ما ينفعش يرجع للحياة تاني، وكمان الجسد بيبتدي يتعفن ويتحلل لأنه بيفقد الحياة. كل الأعضاء اللي بتشغل الجسم بتقف، والدورة الدموية اللي بتدي الحياة بتقف. علشان كده الجسد لما بيموت بيبدأ يتعفن، لكن جسد الرب يسوع ما تعفنش وما تحللش وفضل سليم تماماً. ومش بس كده، لا ده كمان رجع للحياة تاني. وطبعاً مفيش جسد إنسان عادي يقدر يعمل كده، لكن علشان اللاهوت كان متحد بجسد المسيح قدر يرجع تاني للحياة. تعال نعمل مع بعض تجربة تانية تأكد لنا ازاي اللاهوت فضل متحد بالروح والجسد حتى بعد موت المسيح. الإنسان العادي لما بيموت الروح بتنفصل عن الجسد، يعني لو مات ما ينفعش الروح ترجع تاني للجسد. ولأن المسيح في الطبيعة الإلهية بيكون متحد باللاهوت. اللي حصل على الصليب لما المسيح مات الروح انفصلت عن الجسد، لكن قوة اللاهوت أقامت الناسوت، ودي كانت القيامة. الخلاصة يا عزيزي إن المسيح لأن روحه متحدة باللاهوت لوحدها وجسده متحد باللاهوت لوحده، علشان كده اللاهوت قدر يجمعهم تاني مع بعض، وبكده حصلت القيامة. وتابعني في الحلقات الجاية علشان هنتكلم أكتر عن موضوع القيامة ده. طب ليه أصلا يحصل الفداء؟ وليه المسيح يموت بدل الإنسان؟ ده بقى اللي هجاوبك عليه الحلقة الجاية. تابعوني على نفس الصفحة اللي بتشوفوني عليها دلوقتي. سلام.